النوم الذكي في رمضان سر الطاقة اللي محدش هيقولك عليه. لو طول اليوم تعبان وصداع ومزاجك مقفول، المشكلة ممكن ما تكونش في الصيام، ممكن تكون في طريقة نومك. رمضان بيغير الساعة البيولوجية بتاعت جسمك. لو سبت الموضوع عشوائي هتدخل في دوامة إرهاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا بعد صلاة التراويح ويصحى للسحور والقيام بالليل، وده اسمه حاليا علميا تقسيم النوم الذكي. يعني انت تعمل ايه؟ رقم واحد، نام بعد التراويح مباشرة، ما تسهرش على الموبايل لحد الفجر. رقم اتنين، خد لك نص ساعة او ساعة قيلولة بعد الظهر اذا امكن. رقم تلاتة، ابعد عن الاكل التقيل قبل النوم مباشرة بساعتين تقريبا، علشان ده هيبوظ جودة النوم بتاعك. وطبعا مش محتاج اقول لك انك لازم تقلل شرب الكافيين والقهوة بعد الفطار على طول عشان تعرف تنام بشكل كويس. انا عايزك تعرف ان هرمون النمو والاستشفاء العضلي ده كله بيتفرز وانت نايم بشكل كويس. وعايزك تعرف برضو ان قلة النوم بترفع الكورتيزول، يعني جوع اكتر ودهون اكتر. رمضان مش شهر ارهاق، رمضان شهر اعادة ضبط للجسم. ظبط نومك تلاقي طاقتك اختلفت 180 درجة. وكل عام وانتم بخير.